السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا اخواتي وحبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة أنا جايه لكم في فيديو جديد مختلف شوية. دي بعض المشتريات اللي أنا اشتريتها من سوق بلدنا. أحب أعرفكم على بعض الحاجات اللي أنا جبتها والأسعار. دي طبعا الطماطم، ودي البطاطس بتاعت التحمير. كانت ال2 كيلو ب25، كانت فعلا بطاطس حلوة كويسة ما بتحمرش. والليمون برضو كان رخيص جدا، لونه اصفر اهو، ينفع للتخليل والتخزين لرمضان. برضو كان الكيلو ب10. والسمك طبعا كان ب50 جنيه، ينفع اللي هو البوري، ينفع للشوي والقلي والفسيخ. وده بصل. برضو كنت جايبة 5 ربطات ب5 جنيه. وادي السبانخ اهي، جميلة جدا وخضرة كده ومرعرعة، الكيلو ونص ب10. كل حاجة بتبقى رخيصة في سوق البلد زي ما انتوا عارفين، وبتبقى فرصة ان احنا نجيب ونعين في التلاجة لطول الأسبوع. وده شوية بتنجان كده جبتهم للقلية، مش كبير قوي يعني بس حلو كويس، كان الكيلو ب5 جنيه. وده برتقان اهوت، الكيلو ونص ب10. هو صغير بس كان مسكر جدا. وبرضو اللي هو اليوستفندي، اللي هو الكرونتينا، اول مره كنت اجيبه بس كان مسكر برضو. يعني شكله كان صغير كده بس لقيته مسكر وحلو جدا. وادي الموز برضو سعره نزل شويه، ال2 كيلو ب25، وفي حجم اصغر ب11 جنيه. وده الرمان اهوت ب10 جنيه الكيلو، بس برضو مسكر وحلو جدا. كل المشتريات دي كانت حلوة وأسعارها كويسة في سوق البلد. وطبعا في بسلة وحاجات تانية كتيرة، بس عشان المكان مش واخد فحبيت اوريكم العينات ديت عشان برضو ايه ناخد فكرة عن الأسعار بتاعت السوق بتاع البلد. برضو كل بلد لها سوقها. بنجيب الحاجات ونعينها في التلاجة لطول الأسبوع. احنا في وظايفنا طبعا وفي شغلنا محدش فاضي يروح يجيب. بعد كده ببدأ روتيني اليومي، بدخل على الزرع بتاعي كده والنبات. لازم يكون عندك شوية نبات كده أو زرع بتشربيه كده وخليه عندك في البيت، بيسبح ربنا. وكل ما بتسقيه كده وشربيه كل ما بتاخدي اجر. النبتة ديت اسمها السجادة، طبعا عشان الورد بتاعها شبه السجادة كده مطبوع. وادي صبارة اهيت، برضو جبتها عشان بنتي بتحب الماسكات، بتعمل ماسكات للشعر برضو وللبشرة. ودي برضو عقلة ورد اهي. والفازات دي كلها مش غالية يا جماعة، الفازة من دولي ب10 جنيه بس. بتجيبيها كده بترعاها في البيت وبتشربيها، ويبقى منظرها حلو كده في البلكونة كده وانت قاعدة العصرية. وفي أي وقت بتدي منظر كده وبتسبح ربنا، وبتاخدي ثواب كل ما ايه بتسقيها بتشربها مية. بعد كده دخلت على الروتين بتاعنا في المطبخ. كان في شوية أطباق كده فايضين كده من الفطار. وطبعا البنات عندي في كلياتهم وفي مدارسهم، ما بيخلونيش اعمل حاجة، بس دي شوية حاجات بسيطة كده مش مستاهلين يكركبوا المطبخ. دخلت اغسل كده شوية كوبايات معاكم كده. وطبعا القارورة اللي عندي دي فاتحاها بحط فيها شوية اكل، لو عندك طيور او مثلا هتديهم لجارتك بتفضي فيها الاكل بتاعك. وطفل الشاي برضو اللي بيكتم من الحوض. بدأت اغسل كده شوية كده في الكوبايات. اول حاجة بنشيلها من الحوض عشان ايه ما تتكسرش. حاجات بسيطة جدا. طبعا مش هستنى البنات يعملوا يعني حاجات بسيطة، بلم المطبخ فيها وهم ربنا يخليهم ليا بيعملوا كل حاجة، بس في مدارسهم وفي جامعاتهم بيجوا متأخرين. الحاجة اللي بقدر أساعدهم بيها طول مثلا الأسبوع كده بساعد على يعني على قد كده، بس هما بيعملوا طبعا الحاجات التقيلة التانية. وادي الألمونيا، أنا بحب الحاجات الألمونيا جدا، بحب ألمعها. وادي الاطباق كده نشطفهم كده ونذكر الله كده، ودايما نشغل جنبنا قرآن في المطبخ ونسبح طول ما احنا بنشتغل. في روتين المطبخ والمواعين ده هو هتبص نلاقي كل حاجة خلصت بسرعة. حاجات بسيطة كده وبنشجع بعضنا. مش مستاهلين ركنة في الحوض. نبتدي كده نشطف برضو شوية الألمونيا دهيت. طبعا الحاجات دي يعني ملمعاه بالصابون ده، انا كنت عاملاه معاكم من حوالي كده 10 شهور، كنت عاملاه في القناة. انا ما برميش اي زيت مستعمل خالص من ساعتها. اهو الصابون اهوت. كنت عاملة يعني بزازتين زيت مستعملين، عملت كرتون الشيبسي مليانة لسه عندي، بستعملها لغاية دلوقتي.
ولا تبيعيه ولا ترميه في الزبالة. يعني لو عايزة طريقة الصابون ادخلي على الفيديو بتاع الصابون اللي هو البلدي، هتلاقيه عندك باستفاضة، واعملي منه، بينفعك في البيت جدا. ولانك بتشتريه باسعار غاليه، ممكن يكون مش عند البقال اللي جنبك مش موجود. اهو لمع الحله زي ما انتوا شايفين اهو، بس الاضاءه ظلماها فكانت بتلمع جدا. وادي الحله السلستين بوريها لكم اهي. السلستين اللي ما بيتكوم عليه دهون بيبقى صعب جدا في التنظيف، فانا دايما عندي اللي هو المنظف ده، بنضف بيه اللي هي الدهون الصعبه، في الحلل السلستين او مثلا في السيراميك او في البوتاجازات. الحله كانت سخنه جدا زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت ارش عليها من اللي هو المنظف ده، وادعكها كده ايه بالسلكه. انا مش بعمل له اعلان ولا حاجه يا جماعه، بس هو سعره على قد الايد فعلا. حبيت اقول لكم عليه، يعني لو انت عندك حلل سيراميك عاوزه تنضفي بيه وسعره مش غالي. ترش عليه تاني بالمنظر ده، وسبتها عليه كده 10 دقايق، ابتدى ايه حلة كده ويطلع كل الدهون اللي فيها زي ما انتوا شايفين كده. هي بقت كويسة لحد ما كده نطفت، بقت حلوة اهي. مرة كمان وهتبقى كويسة احسن من كده كمان، بس هو ايه ابتدت تبقى احسن من الاول بكتير. هنعمل بقى طبختنا بتاعت اليوم، اخر اليوم بتاعنا بتاع الروتين. شوية زبانخ كده للمبتدئين. طبعا احنا بننقعها في المية بشوية خل، وننضفها كده كويس قبل ما نقطعها، طبعا علشان ما نخرجش منها الفيتامينات. في المية احنا لو قطعناها وغسلناها كل الفيتامينات اللي فيها هتنزل في المية. زي ما انتوا شايفين كده، دايما نقي الزبانخ اللي هي الصغيرة. هبتدي بقى نقطعها كده قطع صغيرة بالشكل دهوت اللي انتوا حضراتكم شايفينه. نقطع بقى الكمية كلها، نحاول نخليها قطع صغيرة كده عشان ما تبانش في ساعات كده بتبقى طويلة كده نكون مش متقطعة كويس. نخلص كده كل الكمية، نحطها طبعا في حلة ما فيهاش مية ولا فيها اي حاجة اهي، مع شوية رز، معلقة رز واحدة. انا بحبها دايما بالرز زي ما امهاتنا معودانا عليها، في بيعملوها بالحمص بلسان العصفور، بس احنا بنحبها بالطريقة دي. لغاية لما تجيب ميتها كده ويبتدي الرز يستوي فيها، خلاص كده بنعرف ان هي ايه اتسلقت والرز استوى فيها. بيكمل بقى السوا بتاعه هو والسبانخ مع الصلصة اللي احنا هنعملها لها. استوت كده معانا اهيت. الصلصة عبارة دول 4 طماطميات وبصلاية وشوية فلفل اسود وبابريكا، وطبعا في ملح. بصفر البصلة كده في معلقتين سمنة على زيت، نصفرها بس مش نقليها، ونحط البابريكا والفلفل الاسود. بعد كده بضيف الطماطم واسيبها تتسبك عادي. بعد كده ضفت السبانخ اهيت. كمية السبانخ اللي معانا ده كان نص كيلو سبانخ، مش كتير عشان السبانخ لما بتطبخيها بترمي كتير، يعني حجمها بيزيد في الحلة. بعد كده هنضيف عليها طبعا اللي عايزة تحط في قلبها لحمة وشوية شوربة، نسيبها بقى تستوي مع بعضها بالشكل ده. خلاص هي استوت. بعد كده بنضيف الملح بتاعها في الاخر خالص. لونها اخضر وجميل اهيت في الصلصة، مغذية جدا، يا ريت نحبب اطفالنا فيها، من الوجبات الحلوة المحبوبة. بعد كده بنقدمها جنب رز بالشعرية وشوية سلطة. بألف هنا وشفا. يا رب يكون اليوم عجبكم، اليوم الروتين ده عجبكم. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.